4 أيام بس. 4. وتوماس توخل لسه مش عاجبه أم انتخب. إنجلترا كسبت نيوزيلاند بهدف من هاري كين، وبعدها قام المدرب طلع يقول أنا مش مبسوط. بس استنى، في حتة هقول لكم عليها بعد شوية. الراجل قال جملة وجعتني. وفي خبر محدش بيتكلم عن ويسلي ظهير روما اتصاب في ماتش مصر والبرازيل امبارح. برازيل قبل مونديال ب4 أيام بتدور على ظهير يمين. حرام عليكم، وخليني أوجعك بالخبر اللي مفيش له تفسير. منتخب إيران اللي بيلعب جنب مصر تقريبا هيدخل أمريكا في يوم أماتش ويطلع نفس اليوم. يعني نازل من الطيارة يلعب يرجع للطيارة. ده مونديال ولا مهمة سرية؟ وأنا هقول لكم رأيي بصراحة. فلورنتينو بيريز أسبوع فات أنكر إن ريال مدريد وراء أوليس، والنهاردة في الجول بتأكد إنه بيجهز عرض رسمي. بيريز بيكذب على وشنا وإحنا قاعدين نصدق. خدها مني، الصفقة دي هتحصل. والنكتة اللي ضحكتني الصبح، إدواردو كامافينجا بعد ما ديشام شطبه من قائمة فرنسا سجل في هارفارد. هارفارد بدل الكورة بيزنس سكول. أسطورة بجد. و4 أيام بس على مونديال. طب وإنت اللي قاعد قدام موبايل ده، أنهي خبر فيهم صدمك أكتر؟ إيران بتطير في يوم ولا بيريز اللي بيكذب؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرا الكومنتات.